قادم ان شاء الله مطلوب ايه؟ واحد، هدوء من كل لعيبه والجهاز الفني والجماهير لنادي الزمالك. اتنين، مطلوب اعداد وترتيب الهدف من المباراه ونحطها قدام لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني. ايه الهدف من المباراه؟ اسجل هدف، ما افكرش في حاجه تاني غير ان انا اسجل هدف واحد. زي ما يجي بقى، يجي في اول ماتش، يجي في اخر الماتش، سجل هدف ما يدخلش فيه هدف. مش مطلوب التسرع، لان التسرع بيعمل توتر، وده عايز خبرات اللعيبه الكبيره اللي في الملعب، اللي منهم عبد الله السعيد وعمر جابر وغيرهم. ثلاثة، مطلوب تلعب لاخر صفاره الحكم. المباراه بتخلص في البلاس 90، اديك شفت المباراه اللي فاتت حصل فيها ايه. أربعة، مش عيب إنك تلعب باتنين مهاجمين، بمعنى لكن في الكرة الحديثة بيكون في مهاجم واحد ووراه مهاجم وهمي، أو جنبه أو وراه، لأن اتحاد العاصمة هيلعبك 6-4، هيقفل كل مساحة وملكش غير المهارة الفردية ومحاولة خلق نص مساحة عشان تسجل منها هدف. سواء شيكوبانزا أو بازيرا هيكون ليهم أدوار في مباراة العودة، بس أعتقد إن أدوارهم الهجومية مش هتكون على الأطراف قد ما هي هتكون في عمق الملعب. اللي هيكون ليه ادوار على الاطراف هي الباكات هيبقى ليها ادوار في الرفع والعرضيات اللي هتتعمل. قلب دفاع اتحاد العاصمه مش في افضل حاجه. اللعب على السكند بول هيكون مفيد جدا. نص ملعب الزمالك لازم يكون في حد واقف مستني قدام ال 18، شغلته انه يصطاد الكرات الغلط اللي هتطلع من قلب الدفاع، او اللي نازله من سكند بول، او اللي خارجه غلط من شمالون رقم 4.